السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ابن البيطار فارما مودرن. اليوم غادي نحكيو على نبات معروف بريحته الزوينة وتأثيره المهدئ، الخزامة. من زمان العالم الكبير ابن البيطار كان كيستعمل الخزامة باش يهدي الأعصاب، ينقص الصداع ويساعد على الراحة والنوم. في الطب التقليدي كان كيتستعمل كمنقوع ولا كزيت عطري للاسترخاء والتطهير. ولكن شنو تبدل اليوم؟ العلم الحديث دخل على الخط، والباحثين استخرجوا من الخزامة مركب مهم سميتو لينالول. هاد المادة ولات كتستعمل في المستحضرات الحديثة كمهدئ للأعصاب ومضاد للالتهابات، وحتى في مجال التجميل والعلاج. وكاين أبحاث كتدرس التأثير ديالها على الجسم والعقل وإمكانيات جديدة في مجال الطب. ولكن خاصنا نعرفو حتى المواد الطبيعية خاصها استعمال واعي، حيث الجرعات والتفاعلات كيبقاو مهمين. وهنا كيبان الفرق. في الماضي الخزامة كانت تجربة تقليدية بسيطة، واليوم لينالول مادة مدروسة علمياً بجرعات دقيقة واستعمال محدد. من وصف ابن البيطار حتى المختبرات الحديثة، ابن البيطار فارما مودرن. شكراً بزاف على المتابعة، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.